القصة كتبدا مع شابة سميتها ساشا جالسة وسط خيمة صغيرة وكداو واحد الجرح في يديها. ساشا وطومي دوزو الليلة كاملة فوق القمة ديال الجبل، غير كملات ناضوا بجوج باش يكملوا التسلق ديالهم. ولكن مورا واحد المجهود كبير ساشا زلقات وطاحت، والحبل هو اللي شدها في آخر لحظة. تما كنفهموا باللي هادي أيام وهما كيحاولوا باش يوصلوا لأعلى نقطة، ولكن ديما كيوحلوا في هاد البلاصة بالضبط. ساشا عاودات المحاولة ولكن بقات غير كطيح، وهاد المرة جرحات كتر من الأول. طومي قال ليها باللي خاصهم يحبسوا ويرجعوا بحالهم، ولكن ساشا ما بغاش تسمع وبقات مصرة تعاود، والنتيجة كانت هي نفسها. على غفلة الجو بدا كيتبدل وساشا باغا توصل للقمة في داك النهار نيت. طومي بقى كيفكرها باللي خاصهم يحترموا الخطة ديالهم وباللي الجو غادي وكيخياب، حتى قنعها ورجعوا بجوج للخيمة. لداخل طومي خوا قلبو وقال ليها باللي كتحسو بحال الا ما كاينش، وشرح ليها باللي هادشي فيه الخطر وخاصهم يفكروا بعقلهم، واعترف ليها باللي كيحس باللي زهرو تقادة. وهاد الهضرة ما عجبات ساشا، ولكن مورا واحد التوتر تصالحوا. ديك الليلة الجو ولا كيخلع وقرروا يجمعوا وينزلوا بحالهم. وهما هابطين طومي سبقها بوحدو باش يشوف الطريق، وفي ديك اللحظة ضرب واحد الانزلاق ثلجي واعر. الحبل شدو في آخر لحظة، ولكن طومي فقد الوعي ولا غير جثة معلقة، والثقل ديالو بدا كيجر ساشا للهاوية معاه. ساشا شافت باللي ما كاين حتى حل، هزات الموس قطعات الحبل وخلاتو يطيح في داك الفراغ بوحدو. دازو ايام وساشا شاده الطريق لواحد البلاصه معزوله، غير وصلات قالوا ليها باللي الريزو ما كاينش والجي بي اس ما خدامش. تما جبدات الخريطه وبدات كتبع الطريق بيديها شويه حتى لقات فين ترتاح وتاكل شي حاجه. وهي جالسه بداو كيجيوها ذكريات طومي بين عينيها. كملت طريقها ووقفات حدا واحد الحانوت عامر بتصاور ديال الناس مفقودين. واحد الخدام تما قرب عندها وحضرها باللي بزاف كيتوضروا في هاد الغابه، ونصحها ما تدخلش لداخل بزاف. مشات ساشا لحانوت اخر باش تقدا، وتما واحد خينا بدا كيتعدى عليها بالهضره، وبدا الصداع كيكبر حتى تدخل واحد الراجل سميتو بين وفك المشكل واعتذر ليها. ساشا رجعت لطوموبيلتها وتلاقات مع بين مره اخرى، سولاتو على الطريق حيت الجي بي اس ما خدامش. هو نعت ليها وزاد نصحها بواحد البلاصه مخبيه ديال التخييم، قال ليها باللي فيها مناظر واعره. ساشا دارت بنصيحته وغير طاح الليل وقفات باش ترتاح. ولكن مورا شويه جا واحد القناصه وبداو كيوجدوا فين يباتوا حداها. ساشا ما ارتاحتش اليوم وقررت تمشي، ولكن واحد من دوك اللي كانوا في الحانوت قرب عندها وقال لها احنا بغينا نكونوا ظريفين معك. ساشا ما داتهاش فيه، غير مشى. حاولات تنعس ولكن الصداع اللي كانوا دايرين ما بغاش يخليها تغمض عينيها. في الصباح وجدت راسها وشدات الطريق بواحد القارب وسط مياه قويه وخطيره. القارب تقلب بها في وسط الماء، ولكن سلكات وكملات طريقها. وهي غاده لقات حوايج ديال الناس اخرين مليوحين تما، ولكن ميكات وكملات حتى حطات خيمتها باش ترتاح. في الصباح سمعت واحد الغوته خايبه جايه من بعيد، مشات تشوف ولكن ما لقات والو. غير رجعات لقات حنش وسط الخيمه ديالها. قررت تزيد تبعد ودخلات وسط الغابه حتى لقات واحد البلاصه بين ساكن فيها شي حد. وهي كدور كتشوف باللي داك المحل ديال بين نفس خاينه اللي تلاقات معاه قبل. سلم عليها وجلس كيهضر معاها بكل اداب. ساشا قالت ليه باللي تشفروا ليها حوايجها كاملين حتى التليفون والماكله. بين اعتذر ليها وقال ليها باللي راكي عندك الزهر حيت انا ديما كنهز معايا الزين ومستعد نعاونك. ساشا فرحات وقبلات، وحتى الماكله حطها ليها. سولاتو علاش كيدير معاها هادشي كامل، قال ليها بسبب الوالده ديالو اللي كانت كتجيبو لهاد البلاصه فاش كان صغير. ولكن دغيا الامور كتاخد منحى خيب ملي فاش قال ليها باللي شافها في البلاصه فين كانت مخيمه، وسولها علاش ما عطاتش فرصه لدوك القناصه. ساشا ما ارتاحتش وقررت تمشي، ولكن في ديك اللحظه لقات البريسلي ديالها عنده. قال ليها باللي غير عجباتو شويه، جبد ليها حوايجها اللي مشاو ليها، وفي لحظه وجه ليها سهم وبدا كيطلق الموسيقى وشرح ليها اللعبه ديالو. عندها الوقت اللي غدوم فيه هاد الاغنيه باش تهرب وتغبر وسط الغابه، ومن وراها غيبدا الصيد. غير بدات الموسيقى ساشا هزات ساكها وهربات حتى وصلت للقارب ودخلات وسط الماء. مورا ما سالات الاغنيه بين بدا كيصيد فيها وبدا كيقلب عليها. القارب تقلب بها عاوتاني ولقات راسها باللي بز منها خاصها ترجع. وهي كتجري سمعات شي حاجه تبعاتها، لقاتو غير فيديو خدام في واحد التليفون مليوح. وهي ملهيه بين ضربها بسهم وبدات المطارده. واحد السهم ضرب ليها الصاك وفقدت التوازن ديالها وطاحت وسط الماء اللي كان غادي بالجهد. ساشا تقاتلات مع الماء حتى سلكات وخرجات، بدلات حوايجها كلات دغيا وكملات طريقها. بدات كتسلق وسط الحجر حتى وصلت لراس الجبل.
بقات كتقلب بعينيها على بين ما بان ليها والو، حتى سمعات صوته وشافته من بعيد كيقرب. غير شافها بدا كيجري وراها وهي كتخبى وسط الحجر. بين بقى كيدير صداع باش يخرجها، ولكن فاش ما بانتش ليه زاد وخلاها. شويه بانت ليها الفرصه، فاش شافت بين كيعوم بعيد مشات كتجري للقارب باش تهرب، وهي كتحاول تفكو حست بحاجه قاصحه ضرباتها وغوتات على جهدها. صدق بين كيدير لها فخ وسط الماء وشد ليها رجليها. وصل عندها بالزربه، رشات عليه رشاشه ديال الحار، بدا كيتوجع وهي كتحاول تفك رجلها، ولكن غير رجع الوعي ديالو هجم عليها عاوتاني. بدا كيغوت عليها تلوح الرشاشه. طاشا سولاتو واش كيسحاب ليه هذا اللعب، قال لها هذا ماشي لعب، هذه طقوس. ربطها ولكن ما قتلهاش ديك الساعه، حط ليها الماكله وقال لها عندك الاختيار، تمشي بالساهله ولا بالصعيبه. شتا بدات كطيح وهو جالس كيهضر على الطقوس ديالو وكيفاش هي مهمه عنده. الصباح الاخر داها معاه في الباطو، وساشا بدات كتحاول تلهيه بالهضره باش تهرب، ولكن عاق بيها ولاحة وسط الماء. تقاتلات مع الماء وسلكات عاوتاني حتى وصلوا لواحد الكهف. تما بانت الصدمه، لقات الحوايج ديال الناس اللي كانوا مفقودين في التصاور، وبين طلع هو السفاح اللي صفاها ليهم. بدا كيشرح ليها باللي هادشي اللي كيدير راه مقدس، وباللي الاغلبيه فيهم ما تقاتلوش بحالها، وكيظن باللي حتى حاجه ما خاصها تضيع. ساشا ميكات عليه وبدات كتسول فيه حتى وراها باللي سنانو ماشي حقيقيين. شويه جرها لداخل وبدا كيوجد المجزره ديالو. بين كيشرح باللي هو كيامن انه جزء من شي حاجه مقدسه، وكيقول باللي ماشي غير كيقتلها ولكن كيعطي لحياتها معنى. كيقول لها باللي هو اللي مخلي حياتها تولي عندها قيمه. واحد اللحظه ساشا غفلات وعضاتو من ودنو بالجهد، وناضت بيناتهم مقاتله ديال بصح. هربات وسط الشلال وبقات جاره مع الحبل اللي مربوطين بيه حتى وحلو بجوج وكانوا غادي يغرقوا. في داك الصداع بين ضرب راسو وغاب على الوعي، وساشا فكات راسها وبغات تهرب، غير شاف الطريق وهو يفيق هجم عليها وكان غير خنقها، ولكن على غفله حبس وبدا كيتاسف ليها وخلاها تعيش. ساشا ما زقلاش الفرصه، هزات حجره كبيره وضربات ليه رجلو. بقات هي مجروحه وبين حتى هو بقى كيعاني مع رجلو اللي هرساتها ليه. دوزو ليله كحله بجوج في هذيك البلاصه كيتسناو شكون اللي غادي يسبق للموت. دازو ايام ورجيل بان بدات كتعفن عليه. ساشا سولاتو شحال باقي باش يوصلوا لاقرب بلاصه فيها الناس. قال ليها خاصك 12 يوم ديال المشي. قالت ليه باللي خاصنا نوصلوا لراس الجبل اليوم ولا غنتسناك غير تموت ونكمل طريقي بوحدي. عرضات عليه تعاونوا في التسلق مقابل يفك ليها يدها، وتما اتفقوا باللي غادي يطلق سراحه غير وصلوا للفوق. بداو كيطلعوا وساشا هي اللي شاده الطريق. واحد اللحظه بين حس باللي شي حاجه ماشي هي هذيك وجرها لعنده، ولكن ساشا قاومات وكملات. شويه قدرات تلعب بالحبل وتفك راسها منه، وفي الاخر تلقات الحبل اللي هز بين وخلاته يطيح ويموت. ساشا لقات راسها بلا حبل وبلا امان، وكان خاصها تكمل داكشي اللي بقى في التسلق بوحدها. واخا كانت غطيح بقات مقاتله حتى وصلت لراس الجبل. من بعد قطعات الغابه حتى لقاوه ناس تما، وداه لديك الحانوت اللي مشات ليه اول مره. تلاقات مع داك الراجل وقالت ليه باللي عرفات شنو وقع لدوك الناس اللي مفقودين. موراها بايام جاو البوليس للكهف وبداو كيخرجوا في الجثث. وهكذا تسد هاد الملف اللي عذب بزاف ديال العائلات. وهنا كيسال الفيلم ديالنا.